السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، بعد أن أثبت العراقيون كرمهم وشيمتهم وغيرتهم، والكرم بالخصوص الذي لم يرى العالم كله مثيلا له للعراقيين وغيرة العراقيين وحمية العراقيين وشرف العراقيين وغيرة العراقيين، ينبري أعداء العراق، أعداء هذه السمعة العظيمة التي غطت على كل سمعة بفضل الله ومنه وجود العراقيين وطينتهم التي تختلف عن كل أطيان وطين من خلقهم الله سبحانه وتعالى. إخواني، تشاهدون من على القناة المسمومة قناة MBC عراق التي لطالما حذرنا الناس من مشاهدة برامجها، وخصوصا في شهر رمضان، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ينبري مع الأسف الشديد المنتجون أو المؤلفون الكويتيون أو مؤلفة أو منتجة كويتية على إصدار أو على بث هذا المسلسل الذي أسموه دفعة لندن، الذي يتحدث عن طلاب عرب مغتربين أو ناس مغتربين في لندن. ولكن الإساءة واضحة جدا بحق العراقيات وبحق العراقيين عموما، وبحق الشعائر الحسينية، وبحق من حملوا مشعل الحسين عليه السلام على أكتافهم وأوصلوها إلى الأجيال بتضحياتهم. تشاهدون في هذا المسلسل الإساءة إلى الشعائر الحسينية، حيث تتهجم ابنة شاه إيران على من يشغل لطمية حسينية، فتتهجم عليه وتقول له: ماذا تريدون منا ومن أبنائنا بعد أن هجرتمونا أو كنت سببا في خراب بيوتنا؟ يريدون القول بأن هنالك ربط بين شعائر الحسين وما يفعله العراقيون بغيرهم من البلدان المجاورة. ثم الإساءة إلى العراقيات وشموخ العراقيات، 3 خوات يصوروهن أنه يشتغلن خدامات عند الكويتيين. ثالثا، أنهم يصورون أن العراق لا غيرة له، ومجرد اتصال بنات يردن يتصل ياخذن منه اتصال يتصلن بأهلهن ما يقبل لا، أو يتفل عليهن ويهينهن بالشارع. أنتوا وين لقيتوا هذه المسخرة حتى تصوروا العراقيين بهذه الصورة؟ لا والله. فعلى كل عراقي أقول شريف، على كل عراقي شريف أن يتجنب سموم هذه القناة التي سميت باسم العراق، وهي موجهة خصوصا لتدمير سمعة العراق وطيبة وشرف العائلة العراقية. بث مسلسلات مسمومة في هذا الشهر الكريم، وربط مشاكل العراقيين وعادات العراقيين وأخلاقيات العراقيين وأعراف ومذهب العراقيين بالسياسة والسياسيين، ونحن من ذلك كله براء. فنوجه عنايتنا إلى دولة العراق وإلى المسؤولين على الإعلام والاتصالات أن يؤدوا دورهم في حجم مثل هذه القنوات وهذه المسلسلات عن نواظر وأسماع العراقيين. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.